السلام عليكم البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى ان شاء الله يلقاكم هذا الفيديو نتوما في احسن الاحوال يا ربي. واليوم ان شاء الله جيت نشارك معكم هذا الخبز ديال الساندويتش، كيجي لذيذ صراحه. وهكا كنغيروا من يعني الاشكال هكا يعجب حتى الوليدات. وندوزو دابا المقادير وطريقه التحضير. هنا خديت زلافه ودرت فيها كاس وربع ديال الحليب اللي دفيته من قبل. غادي نزيد عليه 2 معالق كبار ديال السكر سنيده، وواحد المعلقه كبيره ديال خميره الخبز المعجونه اولا الحبيبات كما كتشوفوا. الخميره كتبقى على حسب الجو، يعني واش بارد ولا سخون كتحكموا فيها. يعني هكا صافي. درت هنايا واحد 4 كاس ديال الزيت البلديه، كما بامكانكم ديروا الزيت النباتيه. صافي. هنا عندي شويه ديال الاعشاب، عندي هنا شويه اليازير، الزعتر والزيتون، كيبقاو اختياريين اللي كيعجبوه، ولكن صراحه كيعطيو واحد الطعم اللي زوين للخبز. صافي كما كتشوفوا غادي نخلط كلشي مزيان وغادي نغطيهم ونخليهم يرتاحوا حتى تفاعل مزيان هذيك الخميره مع السكر والحليب وباقي المكونات. كنخلطهم مزيان صافي وكنغطيهم ونخليهم هكا يرتاحوا شويه، تقريبا واحد 5 حتى 6 دقائق، ونرجعوا باش نكملوا العجينه ديالنا. وهنا من بعد ما خلينا الخليط كما قلت لكم مرتاح، صافي هنا كنبداو نضيفوا الدقيق. ضفت هنا الملحه حسب الذوق، تقريبا واحد معلقه صغيره مع مرش، وضفت واحد تقريبا معلقه صغيره ديال الزبده بدرجه حراره المطبخ، كتبقى اختياريه. بامكانكم تضيفوا بلاصه يعني معلقه ديال الخل حتى هي كتهشش لينا العجين. صافي كما كتشوفوا هنا كنبقى نضيف الدقيق بشويه بشويه حتى كنحصل على واحد العجين اللي يكون رطب، وكما كتشوفوا في الفيديو ما كيلصقش في اليد. صافي غادي ندهنو بشويه ديال الزيت وغادي نغطيه ونخليه حتى يتضاعف الحجم ديالو. وهنا راه خليت العجينه حتى خمرات مزيان وارتاحت. صافي غادي ندوزو هكا باش نشكلوها الكويرات هكا صغار يكونوا في نفس الحجم. صافي غادي نبدا نقطعهم هكايا ونحطهم على بحال شكل مسيمنات. غادي نرش شويه ديال الدقيق باش هكا ما يلصقوش. وصافي غادي نقطع العجينه كامله، تقريبا راه خرجت ليا 8 ديال الكويرات. صافي وغادي نخليهم يرتاحوا غير شويه باش يعطيونا الطوع ملي نكونوا كنطلقوهم، يعني يطلقوا لينا دغيا دغيا. وهنا كما كتشوفوا غادي نزيد لهم حتى واحد الرشه ديال الدقيق من الفوق باش هكا ما يلصقوش مع بعضياتهم، حيت واخا هكاك العجينه راه ملي خليتها خمرات ترخفات. صافي هنا غنبداو كنطلقوا العجينه كما كتشوفوا على هذا الشكل. نحاول هكا نطلقها بالمدلك كيعاوننا شويه، ونديرها هكا على شكل طولي بحال اللي غادي نصوبوا الباكيط. صافي وغادي نلويها على بعضياتها هكا تقريبا واحد 3 ديال اللويات، وغادي نضغط هكا بالاصابع ديالي باش ما تحلش فاش تكون هكا كطيب. يعني واحد الطريقه راه سهله يعني ما صعيباش. صافي كما كتشوفوا هاد التنيات كنديروهم باش هكا كيجينا داك الفراغ الداخل ديال هاد الميني باكيط اولا هاد الخبيزات. صافي كما كتشوفوا كنحاول هكا نضغط بالاصابع ديالي وغادي نقلبها ونحاول هكا نبرك حتى من الجوانب باش هكا كما قلت لكم ما تحلش في الطياب. صافي وغادي نحطها وغادي نكمل يعني الكميه كامله كما كتشوفوا معايا. كما قلت لكم غادي نستمر على هذا الشكل حتى نكملهم كاملين. غادي نحطهم هكا في واحد الطاوه، وقبل ما غادي نخليهم يعني يخمروا للمره الثانيه فانا غادي ندير لهم
هداك الشكل يعني من الفوق كيما شفتو في بداية ديال الفيديو. كنزوقوهم اما بالزيتون اما هكا مطيشه طوماط سوغيز ولا الفلفله البصله، يعني اللي عندكم. انا اليوم عندي غير هكا شويه ديال الفلفله حمراء والطوماط، ما عنديش صراحه طوماط سوغيز، درت غير مطيشه كبيره قطعتها هكا على 4 صافي، وحطيت هكا طريف ديال مطيشه، طريف ديال الفلفله دوائر وهكا الزيتون. وصراحه جاو زوينين، وجا المذاق ديالهم زعما مزيان، عجبوني وعجبو حتى الوليدات. صافي كما كتشوفوا انا جيت للمرحله ديال التزيين، كنحطوا هاد الخضر ونحاولوا هكا نبركوا عليهم شويه باش يعني يلصقوا في العجينه، ماشي يبداو يطيحوا ولا يتحيدوا. صافي كما كتشوفوا كنحاول هكا نبرك شويه بيديا حتى نكمل الكميه كامله. والتزيين كما قلت لكم راه كيبقى على حسب الموجود عندكم، ديروا اما الزيتون الخضر مقطع دوائر، اما كما قلت لكم طوماط سوغيز، فلفله خضراء، البصله اللي كتعجبو البصله، يعني كلشي كيجي زوين ماشي مشكل. صافي وهنا باش ندهن الوجه ديالهم غاديش نديرو اصفر البيض، خديت انا شويه ديال الزبده دوبتها وضفت ليها شويه ديال قزبر ومعدنوس، صراحه كانوا عندي يعني مقطعين في الثلاجه. صافي زدت انا واحد الرشه ديال الملحه وغادي ندهنوهم. هاد الزبده صراحه كتعطي اللون والمذاق، وفي نفس الوقت كيجي حتى داك الشكل ديالهم زوين هكا بداك المعدنوس والقزبر، كيعطي واحد الشكل اللي مختلف وزوين. صافي كنغطيوهم ونخليوهم غير شويه في اثناء راه دغيا يخمروا، حيت كما شفتوا راه خمروا المره الاولى، يعني ما كياخذوش معنا وقت كثير. كندخلوهم الفران يكون سخون بحال كنطيبوا الخبز، وكنخليوهم حتى كيطيبوا. وها هما ما شاء الله كما كتشوفوا، يعني الحجم ديالهم راه كيتزاد وكيجيو هكايا فتيين ورطبين وخفاف خاويين من الداخل، يعني تعمروهم هكا كسندويتشات اولا تاكلوهم غير هكا، راه كيجيو لذاذ بنانين كما شفتوا، راه يعني فيهم الزبده فيهم هكا الزيت البلديه، صراحه راه جاو زوينين. صافي انا غنشارك معكم واحد الحشوه اللي درتها نيت للغدا وعجباتنا بزاف. درت هكا غير شويه ديال الكفته صوطيتها وشويه ديال البصله حتى هي شحرتها حتى تعسلات. غادي ندهن بعدا بالمايونيز، ندهنو الخبز باش ما يجيناش هكا ناشف، واخا هو صراحه زوين ماشي ناشف بزاف. عفوا. صافي وغادي نضيف غادي ندير الكفته الفرماج والخس، يعني اللي عندكم بامكانكم ديروا طون ولا يعني اي حاجه عندكم كتعجبكم راه غادي ديروها. كما كتشوفوا صافي هنا صبقت في الاول البصله اللي قلت لكم هكايا مشحره ومعسله مزيان. صافي وزدت هنايا شويه ديال الكفته وغادي نضيف شويه ديال الفرماج هكايا، وغادي نضيفو الخس. وصافي غادي يكون هذا هو الشكل ديال هاد الميني باكيط اولا هاد لي ساندويتش. صراحه كيجيو زوينين والمذاق ديالهم غزال خفافين، غادي يعجبوكم ان شاء الله انا متاكده. وبطبيعه الحال الى عجبكم الفيديو ما تنساونيش من اللايكات ديالكم تعليقكم الزوينين والبارطاج، يعني فضلا وليس امرا. انا قطعت معكم الساندويتش باش تشوفوا من الاخر كيفاش جا، راه كيجي مفشفش وزعما منعوش يكون رائع. ونقول لكم الى اللقاء فيديو قادم ان شاء الله، مع السلامه.